السلام عليكم حبيباتي. مع اقتراب عيد الاضحى اليوم جبت لكم واحد من اشهى والد الاطباق المغربيه التقليديه اللي كيعشقوها بزاف ديال الناس، وهي تقليه الغنمي بنكهه لذيذه وتوابل مغربيه اصيله. مذاقها كيجي روعه خصوصا في هذه الاجواء العائليه ديال العيد. خليكم معايا تشوفوا مقادير وطريقه التحضير بالتفصيل. انا هنا بطبيعه الحال رافقتها مع هاد الخبيزات ديال الدار. بالنسبه للمقادير وطريقه التحضير، انا هنا التقليه من بعد ما غسلتها درناها تسلق بشويه ديال الملح والحامض باش تحيد ديك الزفوريه ديالها كامله. من بعد ما تسلقات كنصفيوها وكنعاودوها كنشلوها بالماء بارد. كنجيب انا هنا بصله صغيره مشلضه، 4 ديال الفصوص ديال الثوم هكا حكيناهم. غنجيب معلقه ديال التحميره صغيره، ومعلقه انا هنا غنعبر العطريه كامله معلقه صغيره. غندير وحده تحميره، وحده خرقوم، وحده كمون، وحده قزبر يابس، نصف معلقه ديال المروزيه، ونصف معلقه ديال الابزار، ومعلقه سكينجبير، معلقه هريسه، ضامه ديال الزعفران وزعفران شعره، قزبر ومعدنوس، معلقه عفوا ديال الهريسه، قزبر ومعدنوس. الحامض انا درت نصف حبه ديال الحامض، ودرت الماء ديال الحامض اللي كنكون منقده فيه الحامض حتى هو درته. داكشي علاش ما شاهدتوا معايا ما درتش الملح على حساب الماء ديال الحامض، والحامض كيكونوا مالحين. ضامه الزعفران كذلك كتطلق الملحه هي وزعفران. ملحه انا هنا ما درتهاش حتى طيب وتسالي، عاد نذوق باش نشوف واش خاصني نزيدها الملح ولا لا. ودرت زيت المائده، نردها فوق النار حتى طيب مزيان ونطفيو عليها. وهذه كانت معكم تقليه الغنمي بطريقتي الشهيه ومذاق مغربي اصيل. نتمنى تكون الوصفه نالت اعجابكم وتجربوها في هذا عيد الاضحى المبارك. ما تنسوش تدعموني بالاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال وصفات العيد والاطباق المغربيه اللذيذه بالصحه والراحه.